الذهنية الذكورية متمثلة بالنظام الدولتي والرجل خنقا المجتمع وحكمه، وقد كان العنصر الأساسي في حكمهما وسلطتهما هي المرأة التي فرض عليها قوانين وعادات حسب مفاهيم تلك الذهنية التي قيدت المرأة وتقف وراء قتل النساء تحت مسمى الشرف وشرعنته بذريعة غسل العار، العادات والتقاليد والدين. هذه الذرائع التي سلبت المرأة من حقوقها وحريتها وجعلتها شيئا مجردا من الحقوق. وعليه تعرضت النساء على مدار الأزمان إلى كافة أشكال العنف الذي يبدأ بكلمة ويمر بالضرب وينتهي بالقتل. وفي معظم الحالات التي تقتل فيها النساء يكون موضوع الشرف هو ذريعة القاتل لكي يتهرب من العقاب على جريمته، فقد أصبح الشرف قناعا يخفي السبب الحقيقي الذي يدفع القاتل إلى ارتكاب جريمته ويحرمها من حق الحياة. في تاريخ 21 من آذار الجاري جريمة قتل جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم قتل النساء التي تتواصل حلقاته حتى الآن في كل دول العالم، حيث تعرضت المغدورة RA من مواليد 1995 من سكان إحدى القرى التابعة لناحية الحسكة إلى عملية قتل من قبل ذويها تحت مسمى الشرف. هذه الجريمة التي حدثت في خضم استمرار فعاليات 8 من آذار التي تقوم بها التنظيمات النسائية المختلفة من أجل إحياء يوم المرأة العالمي، إنما هو من إحدى الطرائق وسبل النيل من إرادة المرأة التي نظمت نفسها خلال سنوات الثورة السورية وأصبحت مثالا تقتدي به نساء العالم للوصول إلى مجتمع حر وديمقراطي عموده امرأة حرة وديمقراطية. إننا نرى هذه الجرائم تهديدا للنسيج المجتمعي ويعرضه للتفكك وانعدام الأمان، ويطلب مشروعنا الذي قدم ثمنه دماء نساء جعلنا من دمائهن شعلة لتنير درب التحرر النسائي. إننا كمؤتمر ستار ندين ونستنكر هذه الجريمة الشنعاء ونعبر عن موقفنا الذي يرى أن مسؤولية حماية النساء مسؤولية مجتمعية، ونعبر عن التزامنا الصريح اتجاه النساء واستمرارنا بالوقوف إلى جانبهن للتصدي لهذه الظاهرة، كما ونؤكد على أننا سنعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات والهيئات المعنية من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وصولا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من جذورها من مجتمعنا وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة فيها. المرأة حياة حرية، المرأة حياة لا تقتلوها. منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة 24/3/2021.